سلام البنات، واش راكم؟ جسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير. اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يكون الفيديو تاعي يلقاكم بالصحه والعافيه. اليوم جبت لكم يا البنات واحد لاغوسات تقتل بالبنه. على بالكم حبيباتي بلي نجيب لكم الحاجه السهله والبنينه في نفس الوقت. هنا بابا حنوني جاب لي هذه الدجاجة وكانت في حالة. نقيتها قدامكم ونحيت لها كامل الزوائد نتاعها ونقيتها بشوية ملح وخل ولات تشحل كيما راكم تشوفوا يا البنات. هنا البنات راح نحتاج من الدجاجة نتاعي، نحتاج نص صدر نتاع الدجاج. يعني البنات بعد ما نقيت الدجاجة نتاعي يعني ما استعملتش يا البنات كامل الدجاجة، خبيت الكويس والجنحين نتاوعي واستعملت النص نتاع الزر. الوغ البنات اليوم جبت لكم واحد لي باستيشو بزاف هايل، يقتل بالبنة وزيد في نفس الوقت ساهل ماهل وما يديلكمش كامل الوقت. شوفوا البنات، خليكم في الفيديو وشوفوا معايا طريقة التحضير. نجيبوا البنات نص صدار تاعنا تاع الدجاج. يعني البنات نتوما كمية الدجاج استعملوا على حسب كمية افراد العائلة. قطعوهم مرصوصات كيما راكم تشوفوا على شكل طاويل هكذا. صدقوني يا البنات هذه لي غاتا تجي بزاف هايله، تجي مشخشخه بالفرماج. زيدي البنات هذا واش يليق في هذه السخانه، كيما توجور نقولها لكم، نقول لكم في هذه السخانه تليق غير حاجه سهله وليه توجد بالخف باش ما تطوليش في الكوزينه وتاكلوا السخانه. هنا البنات قلت لكم بعد ما قطعت الصدر نتاعي تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. في جهة واحدة أخرى يا البنات جبت كيلو نتاع بطاطا، نقيتها وغسلتها وقليتها. البنات البطاطا تاني استعملوا على كمية أفراد العائلة واستعملوا على كمية الدجاج اللي راح ديروها. مثلا درتو صدر كامل تاع الدجاج ديروا 2 كيلو تاع بطاطا، درتو نص صدر تاع الدجاج ديروا كيلو تاع بطاطا. هنا البنات نجي نديرو لي زيبيس للشاورما نتاعي ولا للشرائح تاع الدجاج. هنايا البنات درت التابل نتاع الدجاج، درت فلفل كحل، درت ملح، درت تاني كركم، ودرت ثاني البنات ثوم، زنجبيل، ثوم بودرة، وزدت كمية من توابل الجبن. يعني البنات اذا كانت متوفرة تاني عندكم لا موتار تقدروا انكم تضيفوه. زدت البنات هنايا ملعقة نتاع خل، وزدت ثانية البنات 3 ملاعق تاع زيت، وزدت هنايا شوية نتاع حمار باش يعطيني اللون اللي نحوس عليه. وخلطت كامل لي زانغريديون نتاوعي كيما راكم تشوفوا في لا فيديو ودرتهم يطيبوا. هنايا البنات درت شويه زيت في المقله وخليت الدجاج نتاعي يتقلى بالبيان باش يتجمر لي ويجيني كيما نحوس عليه. هنا البنات خليت لي سكالوب نتاعي يطيب كيما راكم تشوفوا. بعد البنات ما عطاني هذاك اللون الابيض زدت له فنجان نتاع ماء وخليته يطيب براحته على نار هاديه. ورحت يا البنات حضرت لاصوص بيشاميل اللي جات خفيفه وبنينه، وزدت البنه في لي غراتان تاعي. هالواحد كيف نشوفوا طريقه التحضير. هنا البنات جبت كسرونه درت فيها 2 مغارف نتاع زبده، وزدت عليهم 2 مغارف نتاع فارينة، تكون المغرف نتاعك بومبي، وحليتهم وبديت نضيف الحليب بشويه. نحب نضيف الحليب نتاعي وهو بارد بشويه، ما نحبش نديرو على ضربه. هنايا البنات درت كاس نتاع حليب من الحليب، كاس تاع حليب من الحليب. كما راكم تشوفوا يا البنات في الفيديو درت الحليب تاعي كامل وانا نخلط، نفتح في الزبده نتاعي ولا فارين ونضيف في الحليب. بعد ذلك يا البنات درت مغرف كبيره نتاع فرماج الطالي. البنات اذا ما كانش متوفر عندكم هذا النوع من الفرماج تقدروا ديروا تاع المكعبات. وزدت يا البنات هنايا 2 مغارف تاع فرماج مبشور، يعني على حسب الكميه نتاع الحليب. ثم البنات راكم تعرفوا وحدكم كي تحبوا تضعفوا راكم تضعفوا كامل المقادير. وزدت لهم يا البنات هنايا رشه نتاع ملح وفلفل كحل. هنا البنات جبت بلا كيما راكم تشوفوا. البنات نتوما البلا اللي متوفر عندكم تاع الدجاج تاع سنيوان تاع حديد كيما هكا، يعني اللي حبيتوا عليها تقدروا ديروا فيها. فرشت كامل البطاطا نتاعي بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. ما ديروا ني زيت ني زبده في البلا، كيما راها ديري الفريت نتاعك.
حاولي كامل تحليها في هذيك السنيوة. بعد ذلك يا البنات جبت الشاورما نتاعي لي سكالوب اللي درتهم معاكم ودرت فرشتهم فوق البطاطا نتاعي. ايا قولوا لي البنات، لا غوصة نتاعي كش ما فيها تعب، كش ما فيها صنعة، ما فيها والو. شتو يا البنات، قلت لكم من المحبة نتاعي ليكم بزاف نجيب لكم غير الساهل. كش ما نهار جبت لكم انا غوصة صعيبة تصب عليكم باش ديروها ولا جامي وما كنتش حتى تلقاوها في القناة نتاعي. المهم البنات، هنا بعد ما فرشت الاسكالوب نتاعي فوق الفريت، جبت لاصوص بيشاميل نتاعي ودرتها من الفوق كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات لاصوص تاعي تاع البيشاميل كيفاش جات خفيفه وجات بنينه يا البنات، والله غير جات بنينه. جربوا لي غاتا نتاعي هذه ورجعوا لي بالخبر. بعد البنات ما درت كامل هذه لاصوص بيشاميل فوق الفريت نتاعي ولي سكالوب، جبت كميه من الفرماج المبشور وزيد درتو من الفوق ودرتو في الفور، حليتها غير من الفوق ذاب الفرماج نتاعي وعاودت نحيتها باسكو او كل شيء طايب يا البنات. يعني ما كان تفتحوا من التحت ومن الفوق، لا افتحوا غير من الفوق باش يذوب الفرماج نتاعكم وعاودوا اغلقوا ونحوها وبصحتكم. هذه هي حبيباتي، تحبوا تقدموها دي ساندويتش ولا تقدموها غراتا هكا في سنيوة نورمال تتعشوا بها ولا تتغداو بها تعجب كامل لا فاميليا نتاعكم. صدقيني حبيبتي توجو راح يدومونديو من عندك هذه لي غراتا، بالاخص للولاد الصغار يحبوا اكلات صيفيه ومفرمجه كيما هذه، راح دائما يهبلوك بها ويقول لك ديري لنا لي غراتا هذه. وبصحتكم حبيباتي، هذه هي الوغ البنات. نتمنى تكون وصفة نهار اليوم تكون نالت اعجابكم وجسبر تكون لفتت انتباهكم. هذه هي حبيباتي، ودوكا مبقى لي غنقولكم وما تنسونيش قبل ما نقولكم ما تنسونيش بجام وكومونتار شباب كيما نتوما، واذا حبيتو بارطاجيو لا فيديو نتاعي باش كامل حباباتكم وصحاباتكم يديروا لي ابوني. اطلعوا حبيباتي في رواحكم وطلعوا في صحتكم في نوفال فيديو ان شاء الله حبيباتي. تبقوا على خير وباي باي.